السلام عليكم، صباح الفل، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بكل خير. التعليق ده تقريبا انا مستشف ان هو صاحبه اتكلم عليه، على اساس ان انا كنت اتكلمتكم ان انا بعمل فيديو وكنت بالفعل بجهزه، اللي هو ايه كان فكرته على الموضوع البنزين وكده والاستهلاك، هل هو مجزي كمان بعد الزياده وابتدى. فكنت بحسبها حسبه، وطبعا شيء اساسي فيها ان انا اخش على البنزينه مره والتانيه. فهو انا راجع بقى مروح في اليوم اللي هو تاني يوم ده تقريبا، وانا كل ده مصوره على الكاميرا، بس لسه بقى كل شويه بطلع من الكاميرا فيديوهات وبمنتج وكده. المهم دخلت على البنزينه وانا خلاص مروح مهدود، الاقي ان البنزينه ايه، العربيه الكبيره داخله بتفول فقافلين البنزينه. قال لي لا مش هينفع، فمشيت واجلت موضوع التحدي ليوم تاني. قمت مفول تفويله عاملها في فيديو امبارح كده على جنب، قمت نزلتها لكم. وبحسب بقى الاستهلاك، انا حسبته بشكل تقريبي وقلت لكم، ودلوقتي بحسبه على العداد التاني بقى بالكيلومتر. بس اما انا كنت هكمل الفيديو وما عرفتش اكمله، عشان لما دخلت على البنزينه لقيت ان البنزينه ايه، الراجل قال لي لسه بيعبوا بنزين في البنزينه، فانا مش هعرف اخش اعبي. قال لي ارجع تاني، وغير بقى بقيه الناس كلها رجعت كالعاده، لما بتخشوا بنزينه بتلاقوها بتعبي بنزين، فما حدش هيعرف يفوت. قمت مشي بس، فما هعرف اكمل الفيديو ازاي، فالموضوع اتأجل. لكن اغلب الفيديو كله متصور عندي على الكاميرا، بس لسه حتى ما عملتش عليه تعديل ولا مونتاج ولا حاجه، حطيته على اللابتوب وخلاص، ما عملتش حاجه لسه، فغصب عني يعني. لو كان كده كان زمانه ممكن نازل النهارده او امبارح، فام سوري مش بايدي.